عبيط يا ابني، ما هو يا بتعرف يا ما بتعرفش. ما انا اصلي ما جربتش اصلي. يبقى ما بتعرفش. مش امتى لما اجرب اطلع بعرف. الجملة دي موتتنا ضحك كلنا. صح صح. النهاردة احنا جايين نبص عليها من منظور تاني خالص. دي سماح. اولا انا اسف على الهزار البايخ ده. ثانيا طبعا تعالوا معايا هنشوف هنبص ازاي. اول حاجة تعالوا نسأل نفسنا بجد السؤال ده: كم حاجة نفسنا نبدأ فيها او نفسنا نعملها وخايفين لا ما نكونش بنعرف او ما نقدرش؟ بصوا يا جماعة، اصل ما فيش حل تاني. ما تيجوا نجرب في الحاجة اللي نفسنا نبدأ فيها او نعملها. مين يعلم، ما يمكن حاجة منها تظبط، ما يمكن نوصل بقى للحاجة اللي بنحلم بيها. بس قبل كل ده، هي التجربة فعلا هي الطريقة الوحيدة اننا نعرف؟ الإجابة لا. لا ليه بقى؟ لان احنا ما نعرفش او مش عمرنا ما هنعرف نجرب كل حاجة، لان التجربة بتكون على الحاجة الملموسة او المحسوسة، او بمعنى صح الحاجة المادية. فعشان نجرب لازم ان الحاجة دي تكون ملموسة بمعنى اصح. فاحنا هنتكلم بإذن الله عن الحاجات اللي هينفع فيها التجربة. السؤال النهاردة: ليه يا جماعة ما بنجربش؟ من الأسباب أو ده من أكتر الأسباب إننا خايفين من نظرة الناس لينا أكتر ما احنا خايفين من التجربة نفسها أصلا. وده معناه إن الخوف من التجربة مش خوف من الفشل نفسه، لكن خوف من إحساس إن الناس تقول عليا إن أنا غبي أو إن الناس تضحك عليا، زي ما قلنا في فيديو ليه ما بنعرفش نقول معرفش. المهم هسيب لكم رابط الفيديو تحت في الوصف، بس خلينا دلوقتي في المهم. لو سألنا أي حد نجح بنفسه فعلا، اللي هو جابها من تحت الصفر زي ما بنقول، هنلاقيه غلط كتير، وقع كتير، بوظ كتير عشان يوصل للنجاح اللي هو وصل له ده. مفيش حد بيوصل من أول مرة، إلا يعني إيه ده، يعني يبقى أمه وكوكب الأرض كله داعيله، لكن غير كده مفيش حد بيوصل من أول مرة. لازم تغلط وتتعلم وتقع عشان يبقى عندك خبرة كافية للنجاح اللي انت وصلت له ده. وضيف على كده بقى ان احنا اصلا في طبيعتنا البشرية بيكون عندنا خوف من المجهول. ده طبيعي، اصلا كلنا بيكون عندنا خوف من المجهول، ان دماغنا بيستهلك طاقة كبيرة جدا في معرفة نتيجة اي شيء مجهول عننا، او اي شيء احنا مش عارفين نتيجته هتكون عاملة ازاي. فدماغنا بيقعد يفكر كتير جدا من تلقاء نفسه في ان هو يعرف النتيجة دي هتكون عاملة ازاي. زي مثلا اي موقف جديد علينا بيولد جوانا قلق لما بنكون احنا اصلا مش عارفين ابعاد الموقف ده، فده في طبيعتنا اصلا بيولد جوانا قلق ان احنا مش عارفين ايه النتيجة اللي هيوصل لها الموقف ده او ايه اللي هيحصل. التجربة معناها اننا نستسلم للمجهول شوية، وده صعب طبعا انا عارف. فالخوف من المجهول عادي، لكن اللي مش عادي اننا نفضل مستنيين اننا نعرف كل حاجة قبل ما نجرب. وبالطريقة دي اصلا عمرنا ما هنوصل لأي حاجة في حياتنا، ولا هنعمل اي حاجة، ولا هنتقدم خطوة اصلا في حياتنا. طول ما احنا مستنيين نعرف كل حاجة عشان نجرب، عمرنا ما هنوصل لحاجة في حياتنا. التجربة هي اللي بتكشف المجهول مش العكس. مثلا تخيل انك ماشي في طريق طويل جدا عشان عايز توصل لحاجة، وانت عمال تتقدم في الطريق ده خطوة ورا خطوة لانك شايف الخطوة الجاية هتوديك لفين. بس فجأة وانت ماشي في الطريق ده لقيت باب قدامك، فانت فضلت واقف تفكر هو ايه اللي ممكن يكون ورا الباب ده، ايه اللي ممكن يحصل لو فتحت الباب ده. وانت واقف تفكر انت عمرك ما هتتقدم ولا هتتحرك من مكانك خطوة تانية خلاص، لانك خلاص وقفت عشان بس انت خايف من الحاجة اللي انت ما تعرفهاش. ما طبيعي ان احنا ما نكونش عارفين اصلا ايه اللي هيحصل بعد كده، وعشان نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده لازم نجرب. الشاهد من الكلام ده يا جماعة ان التجربة مش معناها ان احنا هنلاقي حاجة حلوة ورا الباب ده، لكن او مش هي الضمان الوحيد ان احنا نلاقي حاجة حلوة ورا الباب ده، لكن هي الضمان الوحيد اننا ما نفضلش واقفين مكاننا، او اننا مش هنفضل واقفين مكاننا. هنتقدم ان شاء الله، لو جربنا والله هنتقدم، حتى لو فشلنا ووقعنا هنتقدم. ساعتها هنتعلم من الفشل ده وهنتقدم. ازاي بقى نحول خوفنا من انه يكون مانع لينا الى انه يكون دافع لينا؟ تعرفوا احنا بنخاف من المجهول ليه؟ علشان بنبص على كل حاجة من اخرها. يعني مثلا زي لو كنا مثلا طالعين جبل
وبدل ما نبص على كل خطوة جاية قدامنا او خطوة بخطوة، لا بنبص على قمة الجبل عشان احنا نفسنا نوصل لها. واحنا باصين على قمة الجبل بنقع على رقبتنا تتكسر ولا بنوصل لأي حاجة وبنرجع تاني من الأول. يا جماعة بصوا تحت رجليكم قبل ما تبصوا قدامكم. وكل ده بسبب ان احنا بقينا عايزين كل حاجة بسرعة. الخوف اصلا بيزيد لان احنا بنحس ان التجربة كبيرة علينا. الحل بقى ان احنا نشوف التجربة الكبيرة دي مجرد خطوات صغيرة، او نقسمها لخطوات صغيرة عشان نعرف نتقدم واحدة واحدة. وبكده خوفنا هيبدأ يقل حبة حبة، لان احنا بقينا بنركز على الخطوة الجاية مش بنركز على قمة الجبل. الحاجات برضو اللي بتخلينا نخاف من التجربة نتيجتها، مع ان القيمة الحقيقية للتجربة مش في نتيجتها، لا بل بالتغيير اللي بيحصل جوانا. يا جماعة يا عم حتى لو فشلت مش هترجع حتى نفس الانسان اللي انت كنت عليه. هتكون اتعلمت، هتكون عرفت حدودك. بص هتكون من الاخر عرفت ايه اللي ينفعك وايه اللي ما ينفعكش. النجاح الحقيقي مش في النتيجة، النجاح الحقيقي في ايه اللي اتعلمته من النتيجة اللي انت وصلت لها من التجربة دي. واعرف بس ان الخوف مش اشارة ان احنا نوقف اللي احنا بنعمله، لا بالعكس، ده هيكون بداية لحاجات كتير كنا بنحلم نوصل لها. وكده نكون عرفنا يعني ايه، مش انت لما اجرب اطلع بعرف. يعني انك مش محتاج تعرف كل حاجة عشان تبدأ، واللي مش عارفه تدور وتغلط وتجرب تاني وتالت ومليون، وتعرف ان حياتك فاضية والتجارب هي اللي بتملاها. وكده نكون خلصنا الفيديو. لو عندكم اي سؤال في اي نقطة يا ريت تسيبوها لنا تحت في التعليقات. ولو عجبكم المحتوى اللي انا بقدمه يا ريت ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل اشعار بفيديو جديد. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. فطال